أنا أمي توفت وأنا صغير، ومن ساعتها يوم 21 مارس بقى يوم عادي جدا بالنسبة لي. ما هو أصل اللي هحتفل بيها راحت خلاص، لحد ما بنتي جت وعلمتني درس مهم قوي قوي. قالت لي يا بابي مش لازم الأم اللي نحتفل بيها تبقى عايشة. بصراحة لما فكرت في كلامها لقيت إن عندها مليون حق، والحمد لله إنك يا كريمة طلعتي لوالدتك. إحساس غريب جدا جدا إن إحنا نكرم حد بعد ما سابنا، لأنه ساعتها ما بيبقاش عنده الفرصة إن هو يشوف كل الشكر والتقدير دوت. من فضلكم حبوا أمهاتكم وهم معاكم، حبوهم قوي، قدروا اللي بتحبوهم قبل فوات الأوان. ما تخلوش لحظة تعدي من غير ما توصلوا لهم وتعرفوهم انتوا قد ايه بتحبوهم. استغلوا كل يوم، كل لحظة، كل ساعة، كل دقيقة، كل ثانية في انكم توصلوا لهم انتوا قد ايه بتحبوهم. امسك. وانت كانت هتزعل لو لقيتك بتقعد في عيدها. شكرا. واللي ام راحت يعني يدعي لها ويحتفل بيها برضه. على فكرة هي شايفاه وسمعاه، ويحافظ على اللي زرعته فيه. كل سنة وكل أم طيبة، معانا أو مش معانا مش هتفرق. بس أنا عايز أقول على حاجة أخيرة. أمينة كانت ضد إن أم واحدة تتكرم. على هذا الأساس أنا بكل حب بدعو كل الأمهات اللي معانا هنا في المسرح إن هم يطلعوا معايا علشان يشوفوا كل الحب والامتنان والتقدير من كل الناس. واعتقد انه هي هتبقى فرحانه قوي بدوت، وان ده هيبقى تكريمها الحقيقي. نفسي مامي تبقى معانا قوي.